السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القاموس الثقافي. النهاردة هنتكلم عن التيك توك وإدمان الإنترنت ومخاطره في المجتمع. التيك توك كلنا طبعا عارفين التطبيق ده، ولكننا يعني نادرا ما نعرف هو نشأته في 2016 اطلقته شركة بايت دانس الصينية لمؤسسة شانجي من. هذه الشركة استحوذت على تطبيق ميوزيكلي وقامت بإضافة المستخدمين بتوعه لقاعدة بيانات التيك توك، وبذلك احتل المرتبة الأولى في تايلاند ودول أخرى في 2018 كأكثر برنامج أو تطبيق يتم تحميله مجانيا على الموبايلات. في نهاية عام 2018 كان التيك توك موجود في أكثر من 150 دولة وبيدعم 75 لغة. إيه هو التيك توك؟ هو عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة يقوم الأفراد بتصويرها لأنفسهم وإضافة مؤثرات صوتية أو موسيقية عليها. خطورة التيك توك تكمن في سهولة استخدامه، فهو بمجرد إنشاء حساب عليه خلاص بقى أنت دلوقتي عندك أكاونت على التيك توك، وبذلك أصبح لأي شخص القدرة على تحميله وأيضا تكوين ملف شخصي لديه. خطورته برضو ان هو على الرغم ان هو محدد ان السن بتاعه ما يكونش اقل من 13 سنة، ولكن في اطفال كتير هنلاقيهم، لان هو مش عامل اي تحذيرات او عامل اي ممنوعات ان الطفل ممكن يشترك عليه، وده ممكن يسبب اذى نفسي للاطفال اللي بيعملوا فيديوهات وما يلاقوش عليها تفاعل، فتسبب الاكتئاب لديهم والعزلة عن المجتمع. ايضا خطورته بتكمن في ان ممكن الاشخاص، لان حاليا في افراد او اطفال او مراهقين بيصوروا حاجه اسمها فلوجز. الفلوج دي عباره عن فيديوهات ليهم اثناء حياتهم اليوميه، بيصوروا نفسهم في اوضهم، بيعملوا لايف بس مباشر ليهم في حياتهم، بيصوروا نفسهم في المولات او في العربيات او هم خارجين. فده احنا مش عارفين طبعا مين اللي بيتفرج علينا، فده يمكن اي مجرم او شخص خطير او ذوي النفوس الغير سويه من تتبع هؤلاء وممكن اذيتهم او ابتزازهم او اختطافهم حتى. ولذلك يجب على الأهالي مراقبة هذا التطبيق ومنعه إذا وجدوا في تجاوز أو في إدمان للأطفال على أو الأشخاص أو أولادهم على هذا التطبيق، لأن يعني 41% من اللي قاعدين على التطبيق ده يوميا أثبتت الدراسات الحديثة إن هم من 16 ل 24 سنة، ودي فئة عمرية صعبة جدا وسهل التأثير عليها. ايضا هو بيسبب نوع من انواع العزله الاجتماعيه، الشخص بيتوحد مع التطبيق ده وبيقعد عليه فتره كبيره، وبالتالي يعني بيشوف ان هو مش قاعد مع اهله، ما بيقعدش مع اهله، بينحسر عن اسرته، بيبعد عن واجباته، بيهمل في المتطلبات المطلوبه منه، ويسبب طبعا برضو الاكتئاب اذا لم يجد الاعجاب المطلوب في الفيديوهات اللي بيعملها. وفي نفس الوقت بيسبب النرجسيه لو الشخص زادت عدد المشاركات للفيديوهات بتاعته، بيسبب زيادة الاعتداد بنفسه. برضو بيسبب من مخاطره الكبيرة جدا هو تعذيب النفس أو تعريض النفس للمخاطر. شفنا قبل كده في كذا مقطع فيديو إن أشخاص بيقوموا بتصوير فيديوهات تيك توك وعربية متحركة جنب عربية يعني ماشية أو جنب أو قدام قطار، وشفنا فيديو حصلت حادثة وفي عربية جت من الجهة الأخرى بسريعة وصدمت الشخص اللي بيرقص قدام عربية متحركة ده. إذن هو هنا عرض نفسه للخطر. في الفترة الأخيرة برضو عرض الأفراد كتير أو انفلونسرز موجودين عليه لنهايات مأساوية والحبس والسجن، وذلك لتخطيهم الأعراف الموجودة في المجتمع المصري وقيامهم بعمل فيديوهات لا تليق بالمجتمع والعادات والتقاليد اللي احنا ناشئين عليها. وبالتالي يجب سن قانون يجرم أي فعل أو أي حاجة تقاليد احنا بوظناها أو إن احنا تعديناها، يجب أن يتم سن قانون يجرم هذه الأفعال حتى لو على التطبيق التيك توك، وعدم اعتبارها من الديمقراطية أو الحرية الشخصية، لأن هذا يؤثر في المجتمع، وفي طبعا فئات سنيه كتير بتتفرج عليها وبتحاول تحاكيها وتقلدها. ولهذا يجب علينا كأسرة ان احنا نتكلم مع اولادنا وان احنا نحاول نفهمهم مخاطره وعيوبه ونشوف الجانب الحلو منه، لان هو طبعا في جانب كويس زي التسليه والترفيه، تعلم معلومات جديده، تعلم وصفات طبخ، هتعلم حاجات كتيره جميله منه. التكنولوجيا لها حدين ايجابي وسلبي، اذا يجب ان ناخذ الجانب الايجابي ونتجنب تماما الجانب السلبي لهذا التطبيق.